هي دي بقى اللحظة اللي بتخلي تعب اليوم كله يهون، ساعة ما تخلصي الأكل بتاعك واطلع زي ما انت عايزة بالظبط. بكده بتحسي بالراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة معانا فيديو جديد وروتين جديد، تكملة للفيديو اللي فات اللي احنا كنا عاملين الروتين بتاعه بالليل، اللي هو الروتين المسائي. طبعا احنا كنا عاملين المحشي ده بالليل، وضفيناه وخلصناه كده، وكان في الفيديو اللي فات. فاحنا النهارده بقى تاني يوم بدأنا يومنا كده، قمنا الصبح بقى فطرنا، وكل طبعا الروتين بتاع كل يوم ان احنا نروق البيت الصبح، نشغل نعمل بخور، الروتين اليومي اللي هي الحاجات الأساسية اللي ما بتتغيرش. فوبعدين بقى جبنا بقى الطيور بتاعتنا نظفناها. احنا عاملين بطة وفرخة بلدية كده، حلوين. انا طبعا قدمتهم كده على السريع لان احنا قدمنا التفاصيل قبل كده كتير. اللي هي السلق، يعني طريقة السلق معروفة. انا النهاردة سلقته والبط ما شوحتوش، وبرضه ساعات بشوحه بيبقى له طعم حلو. فانا النهارده سلقته مع الفرخه، حطيت البصل والطماطم واللوري والحبان والمستكه وسبته ينسلق براحته خالص. دلوقتي بقى دي حله المحشي اللي احنا لفينها بالليل مع بعض. جبتها طبعا، هولع عليها بقى واسيبها كده براحتها. المحشي اهم حاجه انك تديله حقه في السوا، يعني تهدى عليه النار خالص وتسيبيه يستوي براحته. ما تستعجليش عليه عشان ما يبقاش سواه مستعجل. المحشي بالذات اما سواه بيبقى هادي كده وعلى مهله، بيديكي نتيجة حلوة قوي قوي، وبيبقى طعم وريحة وكل حاجة. او زي ما انتم شايفين، احنا بقى بنحط عليه المية بتاعة الشوربة، يعني بنحط عليه الشوربة زي ما انتم شايفين اهون. فبجيب شوربة من البط وبحطها على المحشي. اهم حاجة ان احنا نسيب اخر صباع من المحشي يكون مكشوف، علشان المحشي بتاعنا ما يطلعش مستوي قوي ومعجن وكده. انا حاطه فلفل اخضر على الوش. لا، الفلفل برضه هيستوي من البخار، لان الحله هتبقى محكمه فهيستوي من البخار. يعني مثلا مش عشان الفلفل انا حطاه على الوش اقوم احط الشوربه لحد الفلفل، لا خالص. احنا هنحط النصبة بتاعت المحشي العادية خالص زي ما انتوا شايفين، وبهز الحلة كويس قوي عشان اتأكد ان الشوربة واصلة لكل صباع محشي. ما يطلعش مثلا صباع كان مضغوط قوي او الشوربة ما وصلتلوش فيطلع حصى وكده. فزي ما انتوا شايفين اهو، انا هسيب الفلفل مكشوف، يعني مش هغطيه بالشوربة ولا حاجة، وهو يستوي في البخار وهيطلع زي الفل زي ما انتوا شايفين. اه. حتى لما بنيجي نعمل الفلفل لوحده، طبعا احنا بنحط نص الفلفلايه بس، نص ملوه الحله. لو احنا موقفين الفلفل بنحط نصها، لو احنا حاطينه فوق بعضه بنحط نص برضو الحله، ما بنحطش كتير شرب. هنسيبه بقى يستوي. دلوقتي بقى ده بصل صغير زي ما انتوا شايفين. احنا كان عندنا كمية بصل متخزنة كبيرة، فجيت بقى كده قلت ايه اما انظمها كده وافرزها لا يكون فيها حاجة بايظة ولا حاجة. وانا بفرزها لقيت البصل الصغير ده كمية حلوة، يعني زي ما انتوا شايفين مش صغيرة يعني ان انا استخدمه. والبصل ده انا ما بعرفش اقشره واعمله استخدمه في الطبيخ يعني. فقلت اعمل فيه ايه، رحت لما كله الصغير وقلت اخلله. بخلل البصل برضو من الحاجات اللي الواحد ساعات يعني بتبقى جاية اصلا في المخلل التشكيلة من بره تلاقي فيه مخلل بصل. فانا جبت الكمية دي وحطيتها في الطبق، هحط عليها مية بقى وانقعها حوالي ساعتين 3، واسيبها لحد بقى ما نتغدى والمحشي يستوي وكده. هرجع بقى اقول لكم احنا هنعمل فيها ايه، بدال ما ارميها لان هو صغير. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين المحشي اهو، قلبناه مع بعض زي ما انتوا شايفين، وحمرنا البطة بتاعتنا زي ما انتوا اهو. الواحدة طالعة بوحدتها مفرفر خالص، مش مستوي قوي معجن يعني، لا ده يعني بينزل كده الواحدة بوحدتها زي ما انتوا شايفين كده. بقى هنروح نتغدى ونسخن الشوربة بتاعتنا. ايه الشوربة؟ هنروح بقى نتغدى وبعدين نرجع نشوف نكمل بقية الروتين بتاعنا هنعمل ايه. هنرجع بقى تاني للبصل اهو زي ما انتوا شايفين. بعد بقى ما نقعته، شوفوا حتى المية احمرت من لون البصل. شوفوا المية عاملة ازاي، لان انا نقعته حوالي 3 ساعات ويمكن اكتر كمان. انا نقعته علشان يعني هو بس يبقى سهل وانا بقشره. اي قشرة حتى لو صغيرة، بالذات البصل الصغير ده بيبقى القشرة بتاعته صغيرة وبتبقى لازقة. فالنقع ده هيخلي القشرة تطلع بسهولة. ده بالعكس، ده انت ممكن تطلعها كده بايديكي وانت واقفة.
ده بقى اللي هي الحته اللي الفم نفسه بتاع البصلايه ده انا بنضفه لكن مش بشيله. زي ما انتوا شايفين انا هنضفها كده كويس قوي من اي تراب، من اي طين، من اي حاجه. وبالبصل ده بغسله كذا مره ومرات كتير قوي لحد الميه بتاعته ما تبقى رايقه كده وزي الفل. فزي ما قلت لكم البتاع اللي هي الفم ده، ده مش بشيله، بسيبها، لان لو البصل غاب عندي وانا شايله البتاعه دي بدي ريحه ومبقاش حلو. لكن طول ما البتاعه دي موجوده اللي هي الفم، هو اسمه الفم نفسه بتاع البصله، بيحافظ عليها. واما اجي طبعا بطلع طبعا كميه الطبق اللي احنا هنطلعه، وبعدين بروح حايشه الفم ده انضفه كده بالسكينه وبغسله وبقدمه. اهو عملت بقى الكميه زي ما انتم شايفين. شوفوا شكلها، انا قلت لكم غسلته كتير جدا جدا جدا. في ناس بتعمل بتحشي الفم ده، ايوه عادي حشيه، بس لو انت هتعملي برطمان صغير مش هيغيب عندك. لكن زي ما انتم شايفين الكميه كبيره عندي، هتغيب عندي، فليه ما انا احافظ عليها واسيب ده. وزي ما قلت لكم لما باجي اقدمه بنضفه وبغسله وبخليه زي الفل. طبعا جبت البرطمانات عندنا، هي هم هياخدوا 2 برطمان وهيفيد شويه كمان. فهبدأ بقى احط البصل في البرطمانات قبل ما اعمل اي حاجه. هامله 2 برطمان اهو زي ما انتم شايفين. فزي ما قلت لك ما تقلقيش خالص، انت هو بيتغسل. قلت لك انا غسلته كتير جدا لحد الميه ما بقت زي الفل. واللي هي الفم ده انا غسلته واحده واحده كده، بقيت اغسلها تحت الحنفيه لحد ما راقت وبقت معانا ما شاء الله. دولت الحبه اللي فاضم اللي في علبه التلاجة دولت فاضم. فهعمل فيهم ايه؟ هعملهم بقى في العلبه بلاستيك، علشان ما عنديش برطمانات تاخدهم يعني. انا مليت الاتنين برطمان اللي عندي. ده الملح، انا بقى حابب اخلل بالملح الخشن. الملح الخشن بيبقى حلو قوي معايا في التخليل، وببقى ظابطه الملح بتاعه وبيبقى 100 100. فكل لتر ميه بياخد من 3 ل4 معالق ملح خشن. هي دي الكميه المناسبه، وده عن تجربتي انا بخلل بالطريقه دي. بحط على كل لتر ميه من 3 ل4 معالق خشن. طبعا ملوه المعلقه، لو المعلقه مليانه قوي بحط 3، لو المعلقه هي مهويه شويه بحط 4. وبعدين وبدوبه بقى كويس قوي. ده فلفل اخضر حراق، جبته برضو كام واحده كده، قطعتهم قطع صغيره زي ما انتم شايفين. هحطهم على البصل يدوله لسعه حراره كده خفيفه، لان طبعا البصل لما بيتخلل ما بيبقاش حر، لا بيبقى طعمه حلو. فدي هتديله لسعه شطشطه كده خفيفه. هو مخلل يعني حاجه تفتح النفس. فبعد بقى ما نحط ده احنا عاملين التوم ده اهم حاجه في المخلل اللي بتديله الريحه الحلوه قوي اللي احنا بنحبها، هو التوم. مش للبصل بس، لا للبصل اي نوع مخلل، الليمون، الشطه، الفلفل، الجزر، اي حاجه اللي بتحط لها ليمون. التوم ده اللي بيديها نكهه وريحه حلوه، وتحسي ان المخلل بيبقى مميز. دي بقى بنجر، انا كان عندي البنجر ده انا حاطاه عندي في الفريزر، ببقى استخدمه برضه لما يكون عايز محتاجاه. فانا طبعا البصل هحط له حاجه كده تحمره، ومفيش احسن من البنجر تخليه لونه احمر. فهبدا اقطع كده قطع صغيره منها احطها في كل برطمان، عشان تديله اللون الاحمر وتخلي البصل يبقى لونه حلو. مع ان البصل ده اصلا هو بصل احمر فهيبقى لونه حلو، ولكن انا حطيت البنجر لان انا بحب البنجر في المخلل، بيدوله حمار. والبصل لما يبقى لونه احمر قوي بيبقى طعمه حلو وبيبقى شاي. فهقطع في كل برطمان حبة من ال استغفر الله العظيم يا رب، من البنجر ده، علشان زي ما قلت لكم عشان اللون. بعد ما اخلص بقى كل ده هنرجع بقى للميه بتاعتنا. زي ما قلت لكم هدوب في كل لتر ميه من 3 ل4 معالق ملح تبع كميه الملوه بتاعتها. ده المعيار ده ثابت وبيطلع عندك مظبوط، لا يطلع حادق ولا يطلع عادي بيبوظ المخلل، ولا يطلع زياده ما تعرفيش تاكليه وكده. وبعدين هنحط كمان على الميه دي دول 3 لتر ميه، وكل برطمان هياخد 3 لتر. فدول 3 لتر انا كنت هحطهم في الاول. هحط عليهم معلقتين من السكر. السكر بيبقى حلو برضو في المخلل، وبستخدم هو يعتبر مادة حافظة، وفي نفس الوقت برضو بيديله قرمشة كده يبقى طعمه حلو. برضو السكر ده مهم في المخلل. اي مخلل برضو معلقة السكر دي طبعا حتى لو نص معلقة بتبقى مفيدة جدا، وبتبقى تحافظ على المخلل.
هنبدأ بقى بعد ما دوبته هبدأ بقى احط المية كده في خلاص المخلل ما عادش ناقصه اي حاجة، هي المية كده، وهنقفل عليه. هنبدأ بقى نحط في كل برطمان كمية المية المناسبة بتاعته، ولا هنحط زيت على الوش بقى ولا اي حاجة. هو الزيتون بس اللي بيتحط له زيت على الوش، لكن بقية المخللات بيبقى عادي. اهم حاجة انك انت تكوني مغطساها في المية، يعني المخلل ما يكونش وشه من غير مية عشان مثلا ما يسودش او يدوب او كده، لا، انت لازم تتأكدي ان المية مكفية. بكده بقى هنقفل البرطمانات. انا جبت كيس من اكياس التلاجة قسمته نصين، وهبدأ اغطي عشان احكم الغطا كويس اوي ما يدخلوش اي هوا. فكده خلاص المخلل يعني كل يومين كده ولا حاجة هبدأ ان انا اقلبه، وهقلبه الوقت برضو علشان الفلفل والبنجر وكله يبقى كله واخد من نفس المية، يعني ينزل تحته كده. انا غيرت العلبة طبعا، اللي هم اللي حبة اللي فاضوا دول لان العلبة كانت صغيرة، فجبت علبة كبيرة وحطيت فيها الكمية اللي عندي. هسيبه بقى لحد ما يعني من حوالي 10 ايام لاسبوعين، وبعدين هنفتح عليه وهنفتحه مع بعض برضه وهنشوفه عامل ازاي. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، واشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله. مع